يبقى احنا اللي هنلعب كمجلس. أيوة. والتانيين ولا هم هنا طبعا النهارده برضو عندهم ارتباطات عائليه او حاجه يعني. طب انا برضو ما هو دي ناس مستنياكوا. لا واحنا ما احنا عندنا ارتباطات عائليه بس لا برضو احنا مش لجنه والعياذ بالله. اللجنه برضو ليها كبارتها. ناخد طيب. وانت معانا صديقنا طارق هاشم. يا طارق مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا استاذ عصام، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. والله ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا زميلي وصديقي العزيز طارق هاشم عضو مجلس اداره النادي المصري. يعني عرفت كده قبل ما نوصل لك ان انتوا بتقولوا مش هنلعب لان ما عندناش لعيبه، وان انتوا ما لقيتوش ردود غير هتلعبوا يعني هتلعبوا. صحه الكلام ده؟ المشكله كمان يا تلعب يا يتخصم منك 6 بونت. يا تلعب يا يتخصم منك 6 بونت. حاجات غريبه بتحصل يعني مش عارف. ده كلام جالكوا؟ يعني الحل كلام من اللجنه الخماسيه. طب هنلعب ازاي؟ يعني عايز اسال سؤال يا استاذ صاحب. اتفضل. هو احنا السبب في هذا المرض اللعين؟ هو احنا النهارده مثلا كمجلس اداره او كنادي شعبي بورسعيد بلد كبيره زي ديت، انتوا ليه النهارده في اضطهاد كده؟ وليه احنا حاسين ان في عندنا اضطهاد جامد جدا من الاتحاد؟ لا طارق ما حدش يجرؤ عليها يا طارق. ما حدش يجرؤ عليها يا طارق، ولا ما كناش فضلنا لغايه دلوقتي حريصين ان نسمع بورسعيد القويه العافيه الجميله. احنا يا استاذ عصام بصراحه يعني البلد كلها هنا حاسه بهذا الاضطهاد. اولا يعني عايز اقول لك لا الكلام احنا هنا عايشين في بورسعيد، والكلام اللي بيتقال ايه؟ النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بتطوير الاستاد من شهر. تمام. حتى الان مفيش حاجه تمت. مفيش اي حاجه تمت في الاستاد. هل اجراءات ولا حاجه، ولا ما حدش بيقول لكم كلام؟ ولا حد سأل ولا في اي حاجه خالص، ولا حد بيقول انتوا فين. طيب يعني ماشي. ايه بالظبط؟ ليه بورسعيد كده؟ ليه بورسعيد تملي مضطهده ليه؟ النهارده الناس بتقول لنا كده، الناس بتقول انتوا مضطهدين ليه؟ انتوا عملتوا ايه؟ بورسعيد عملت ايه للدوله؟ يعني بس خلي بالك الاحساس ده من اللجنه مش من مصر. يا سيدي الفاضل احنا ما بنقولش من مصر، احنا بنقول من اللجنه. ايوه اللي بيتقال النهارده الناس احنا كمجلس اداره هنا مش عارفين نمشي في الشارع، مش عارفين نمشي في البلد. الناس بتوقفنا وتكلمنا وانتم مش جايبين حقنا ومش جايبين حقنا. طب نعمل ايه يعني؟ نجيب حقكم ازاي؟ طب دلوقتي انتوا بقى الدوله بتقول واحنا بننفذه. تمام. الدوله قالت ترجع للنشاط الرياضي، رجعنا للنشاط الرياضي ولعبنا وما عندناش اي مشكله. احنا ما بنقولش الغي النشاط. تمام. احنا بنقول عندنا حدث جلل، عندنا النهارده اكتر من 14 لاعب. هل ده اثبته تقرير اللجنه الطبيه يا طارق؟ واحده طبعا رسمي ورق رسمي جاي من اللجنه الطبيه، ورق رسمي جاي على النادي من اللجنه الطبيه. 14 لاعب و7 جهاز فني واداري، من ضمنهم السواق ومن ضمنهم عامل مهمات اسمه علي مسعد، ومن ضمنهم الكابتن طارق العشري والكابتن طارق السقا واخصائي علاج طبيعي يعني موضوع كبير. واحده وبعدين النهارده يا استاذ عصام المسحه اللي اتعملت ديت كان فيها ناس موجودين معزولين. النهارده قال لك لا، من ايجابي اتحولت لسلبي، وكانوا قاعدين مع بعض في الاوضه. يعني في 2 هقول لك مثال، كريم العراقي وفريد شوقي، الاثنين دول كانوا قاعدين في اوضه واحده لان هم ما كانش عندهم، كانوا سلبي. تمام. لما عملوا المسحه طلع واحد فيهم عنده ايجابي، واخد بال حضرتك، وعايش مع واحد مع سلبي. طب احنا هنعمل ايه؟ يعني النهارده ما عندناش لعيبه، عندنا اكتر من 8 لعيبه اصابات و3 لعيبه ايقافات غير اصابات. يا طارق كده 7 لعيبه اصابات و7 جهاز فني صح؟ لا ده الاصابات دول اصابات ملاعب غير اصابات كورونا كام؟ 14 واحد 14 واحد 14 لاعب. هل دول ضمن الكوتا المسجله ولا بعضهم ناشئين وشباب؟ لا من المسجلين، وعندنا منهم 3 شباب. تمام. يعني 3 شباب و11 لاعب من المسجلين. تمام. خلينا عند عند 14 دي. انتوا بقى راسلتوا اتحاد الكوره ان معاكم ورقه من دكتور سلطان واللجنه صح كده؟
احنا راسلنا لهم وبعتنا لهم حلول كمان، يعني احنا كمان بعتنا الحل اللي ممكن ان احنا يرضيهم ويرضينا. ايه هو الحل النهارده يا استاذ عصام؟ عندنا في توقف لمباريات كأس مصر، صح ولا غلط؟ صح. تمام كده. تمام. الثلاث فرق دول خرجوا من كأس مصر، المصري والاسماعيلي وحرس الحدود. اثناء مباريات كأس مصر العب المؤجلات بتاعتهم، ادي الحل. مفيش مشكله. تمام اقف بس واحده بواحده عشان احنا وراكم وفي ظهركم كده مهم. ومعانا كمان الاستاذ جمال الزهيري حبيبك معانا على الخط وسامعك. احنا وقفنا كده اخويا وحبيبي طبعا استاذي استاذ جمال الزهيري عند ان انتوا دبرتوا وقت من وجهه نظركم. اقف بقى هنا ونسمع راي الاستاذ جمال، بس قبلها قول لي اخر رد الساعه كام كان من اتحاد الكوره؟ بس اخر رد هو النهارده اتحاد الكوره يا استاذ عصام لما بنبعت ليهم فاكس بيردوا علينا ببيان. الاستاذ سمير الحلبيه اتصل بالاستاذ عمرو الجنايني، اخد بال حضرتك، والدنيا وكانت الدنيا كويسه ومش اي مشكله خالص تماما خالص. فبيقول لي لا لازم تلعب الماتش، لازم تلعب الماتش. طب ازاي؟ طلع ده في بيان ولا في مكالمه لازم تلعب؟ لا طلع بيان رسمي من اتحاد الكوره. طيب. واحنا نزلنا بيان رسمي على الموقع الرسمي للمركز الاعلامي للنادي المصري، قلنا نلعب ازاي وشرحنا لهم تمام الموضوع بالظبط. اقف بقى هنا وننقل عند استاذ جمال الزهيري. استاذ جمال. ايوه حبيبي اتفضل. عندك بص يا استاذ عصام، كلام الاستاذ طارق ده انا بفهم منه انه في برضه مشكله في التواصل. انا في اعتقادي انه طالما في ازمه، ما في ازمه طارئه، يعني هو النادي المصري كم من الانديه زي ما قال الاستاذ طارق، كم من الانديه المرحبه بعوده الدوري، يعني اذا ما عندهمش نيه مسبقه ان هم يعطلوا اي حاجه. تمام. لكن ما حدث من ظروف طارئه بالنسبه للنادي المصري تضمنت زي ما قال كده الاستاذ طارق وزي ما قال التقرير الطبي والمساحات اللي اجريت عن طريق اتحاد الكره نفسه، انه في 14 اصابه، 14 لاعب غير الجهاز الفني. تمام. فبالتالي احنا ما بنلعبش بالشوكه والسكينه، في ورقه وقلم احنا بنحسبها، في ظروف طارئه حصلت يبقى لابد ان يكون هناك خليه ازمه او لجنه اداره ازمه، اتحاد الكوره اداره ازمه. ان عندك ازمه زي كده. اما دي الناس برضه يا جيم انت برضه بتتقل عليهم ليه؟ ما الناس برضه في الساحل يا عم، وده ويك اند يا عم جمال. لا ما احنا بقى بنتكلم على ايه؟ احنا مش هنرجع حد من الساحل، بس يبقى في 2 من اللجنه يتولوا اداره هذا الملف. على فكره لو تم اتصال مباشر، سيبك من حرب البيانات، لو في اتصال مباشر يا استاذ عصام يا كابتن طارق، في اتصال مباشر بين الجانبين هيوصلوا الحل. على فكره الموضوع انت عارف لو لاعب او 2 ما دي ازمه كبيره يا استاذ جمال، ما فيش تواصل بجد صدقني. طيب ما انا عارف، وانا واثق 100% انه غياب التواصل، وده الرساله اللي انا ببعتها من خلال حضرتك للجنه الخماسيه نفسها. يا جماعه تعاملوا مع الواقع، تعاملوا مع الناس بشكل مباشر من غير بيانات. دي يعني رساله مهمه جدا، انا بشكرك على فكره والله مهمه جدا والله العظيم. دي بدايه الحل، انا بشكرك طبعا. الحل. الله يخليك. وحضرتك لازم الاسبوع الجاي يعني فكر تكسب انك تبقى معانا يا حبيبي يا استاذ. قول لي بس ونجي لك يا باشا ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. رساله الصديق والزميل الكاتب الاعلامي والناقد الرياضي الكبير جمال الزهيري، تواصلوا قد يرحمكم الله. استاذ طارق يعني هتعملوا ايه وقرار المجلس النهائي ما لم يرتضى اهل اللجنه بما قدمتوه من حلول؟ العمل عمل الله بقى، هنعمل ايه يا استاذ عصام؟ احنا اولا مش يعني ما عندناش لعيبه. هل ينفع نلعب المباراه ب9 لعيبه؟ لا. ولا نلعب المباراه ونكمل ناس مصابه؟ لا. وينزلوا يلعبوا الماتش معانا؟ لا.
ده ضمير. وبعدين النهارده هل هي صحه الانسان اهم من ماتش كوره؟ انا قلقان اقول لك كملوا بالناشئين، لربما يكون انتوا الاولاد دول ما عندهمش مسحه ولا حاجه، ما اعرفش. يعني ازاي يعني مع الاستاذ عصام بقول لك اللي موجود كله في الساحه بيتدرب عندنا من 8 ل 9 لعيبه. من 8 ل 9 لعيبه اتمرنوا امبارح نص ساعه وروحوا على بيوتهم برضه عازلين نفسهم اوتوماتيك مع اسرهم. اخد بالك؟ الناس المصابه عازلهم في احدى القرى السياحيه. تمام. اخد بال حضرتك؟ يعني كل يوم بيظهر عندنا حاجات جديده. يعني النهارده لما يظهر اصابه جديده لطقطق واستون اموتو وشوشه وكريم العراقي وسواق الاتوبيس وعياد اخصائي العلاج الطبيعي، وتيجي تبص تلاقي ان واحد كان عنده سلبي كان ايجابي اتحول لسلبي، زي زياد فرج واحمد يوسف وعمرو موسى وعمر كمان ابو واحد وايزي ايمكي. طب اللعيبه دي كلها كانت يعني كانوا مع 20 تانيين، ما احنا برضه قلقانين على الفرقه. النهارده تمام يا استاذ عصام ربنا يكفيك ويكفينا الشر يا رب. تمام يا استاذ طارق. الدنيا ربنا يشفيهم جميعا. سريع البرد بيجري بطريقه غريبه جدا. الله اكبر على ده مرض. يا رب يا رب استرها. حاجه مش باينه بالعين المجرده. طب يعني خلينا لازم تعذرهم، ولازم زي ما الاستاذ جمال كده قال وحضرتك قلت ان لازم تكون في ازمه في لجنه لحل الازمات. ده كلام مهم، بس خلينا اسالك سؤالين في غايه الاهميه علشان الشارع البورسعيدي يبقى سامع. هل يا ترى تحرك الفريق الى برج العرب؟ ما تحركش. طيب الفريق بتاعنا هنتحرك من ايه؟ ماشي، ما انا معاك يا سيدي، ما اقصدش والله يا سيدي، ما اقصدش، انا بقول كلام خبري، ده انت استاذ. التسعه الموجودين على حضرتك برضه عشان في ناس تفهم اللي بتسمعنا وبتشوفنا. تمام. حتى السواق كمان عنده اصابه. تمام يعني لم يحدث تحرك نحو برج العرب. لا خالص. تمام. ماذا لو اصر اتحاد او لجنه اللي بتدير اتحاد الكره، لانه مش اتحاد، على ان المباراه في موعدها، واصر على معركه البيانات العظمى اللي احنا سمعناها؟ ماذا لو موقف النادي المصري؟ هو اصر بالفعل، واحنا قلنا ما عندناش لعيبه يا جماعه، احنا مش ضد اي حاجه، ما عندناش لعيبه نلعب المباراه. تمام يا طارق، لكن قلت له بقى كلام نهائي، مش رايحين الملعب بكره. ايوه حصل. تمام. اذا كده الكره مش في ملعبكم. ومجلس الاداره ارسل ورق رسمي تمام، ورق رسمي الكره بهذا الموضوع. الاسبوع اللي فات اللي حصل فيه التأجيل او قراره جالكوا الساعه كام يا استاذ طارق مع حرس الحدود؟ جالنا بعد المسحه اللي ظهرت على طول. قلنا لهم يا جماعه مش ما عندناش حد يلعب. يعني مش تاني نبعت نعمل مسحه يوم الماتش ولا عملوا مسحه لقوا حالات تانية ازيد. يوم الماتش يا طارق، يوم الماتش ولا قبل الماتش بيوم؟ قبل الماتش بيوم. زادوا 5 حالات جديده. تقدر بناء على الحالات ديت، ده هم كمان مطلعين بيان. تقدر تبعت لنا محمد فضل استاذ عصام سامعني؟ تقدر تبعت لنا المخاطبه اللي بينكم في الحاله بتاعت ماتش الاسماعيلي، نسخه منها بس بعد اذنك. ما النهارده دلوقتي الساعه 1. لا بكره الحلقه بكره، وحضرتك هتكون برضو معانا ممكن؟ مفيش مشكله، بس مدير النادي مشى حاليا. تمام. بشكرك الزميل العزيز عضو مجلس اداره النادي المصري طارق هاشم. طب انا والله ممكن